فادعوا لابني دعوة مستجابة، واللي يقدر يساعدني في ابني يبقى له منا كل جزيل الشكر، شكر من الله. السيد ممدوح حسين ابن محافظة الشرقية. السيد من يوم 18 ديسمبر انقطعت اتصالاته تماما. تعرفوا يعني ايه انقطعت اتصالاته في ليبيا؟ يعني احتمال من الثلاثة: يا اما المركب في عرض البحر وتاهت، يا اما في مخزن من مخازن السماسرة والتليفون اتسحب منه عشان يضغطوا على اهله، يا اما اتقبض عليه وهو في طريقه للمركب واترمى في سجون الهجرة ومحدش يعرف عنه حاجة. يوم أنا بنطلب الدعاء، سواء السيد غلط في مشيه أو أي حد غلط في مساعدة السيد لسفره بطريقة غير شرعية، ده شيء مخالف. أنا كنت بناشد وبناهد على المخالفات الغير شرعية، ولكن ربنا أصابني بهذه المصيبة. ولكن نتأمل من الله أن السفارة المصرية أو وزير الخارجية المصري مشكورا يشوف لنا أولادنا دي طلعت إزاي، موجودة في السجون، ماتت، راحت مطرح ما راحت. إحنا راضيين بقضاء الله وقدره. إحنا لا بننام لا ليل ولا نهار، بقالنا أكتر من 70 يوم لغاية اللحظة دي. فادعوا لابني دعوة مستجابة، واللي يقدر يساعدني في ابني يبقى له منا كل جزيل الشكر، شكر من الله. أنا عدمت الحيلة، أنا في بيت في جنازة. شايفين وجع والده المعلم ممدوح ابو هلال؟ الراجل مش عايز المستحيل، هو بيناشد الخارجيه المصريه والليبيه عشان بس يعرف ابنه فين. الوجع هنا مش الفقد، الوجع هنا في المجهول. هو مش عارف ابنه فين. السمسار بيلعب على عقدة النقص والحلم السريع، بيوهمك ان اول ما رجلك توصل ايطاليا الفلوس هتمطر علينا. والحقيقه ان الشباب اللي بيوصلوا بيعيشوا مشردين في الشوارع او بيشتغلوا في اعمال شاقه بالمليم وبيهربوا من البوليس كل يوم. تمن البرستيج قدام الجيران في البلد بيكون غالي جدا وبيكون تمنه الروح. في النهايه السفر مش عيب والطموح حق مشروع، بس السفر كرامه مش ذل. ما تخليش حد يتاجر بيه. وبنكرر ندائنا لاي حد يوصل لاي معلومه عن السيد ممدوح. هو من فؤوس الشرقيه، ساعدوا ابوه عشان يقدر يبرد ناره. بنقول لكل شاب: بلدك محتاجاك تعافر فيها، واهلك محتاجين وجودك. ما تبقاش مجرد رقم في احصائيه غرق في البحر المتوسط. يا رب رجع كل غايب لاهله، وحافظوا على نفسكم علشان في قلوب بتتحرق عليكم.